سؤال بسيط بس ممكن يغير مسار تفكيرك مدى الحياة. انت بتختار بإرادتك ولا رأي الناس هو اللي بيسوقك؟ طب بتحب اللي انت بتحبه ولا بتحب اللي بيقولك عليه حلو؟ تعالى اقولها لك وبالبلدي كده. دي تجربة بتثبت ازاي ممكن قرارات الناس اللي حواليك تأثر عليك وتكون قراراتك انت الشخصية اصلا مش طالعة من جواك. ازاي بنتعلم من صغرنا نشك في نفسنا وفي اختياراتنا طول الوقت بدل ما نشك اصلا في اختيارات الناس التانية. هل ردود الفعل دي هتتغير؟ خوفك من الاختلاف حتى لو كنت انت صح ممكن يخسرك كتير جدا، لكن الناس اتعودت ان المختلف ده اكيد هو الغلطان بدون حتى ما نحاول نفكر في اسباب اختلافه ده ايه. وركز كمان معايا في الفيديو ده، هتبص كده وهتلاقي ان حتى الاشخاص اللي بتحاول تقاوم فترة للأسف مع الوقت بتبدأ تشك في نفسها بدل ما تشك في الناس التانية. لو ركزت في الفيديو دوت هتلاقي ان الشخصية الأخيرة دي بعد ما اتحركت مع الناس وخدت معاهم نفس القرار لقت نفسها في الآخر بتضحك على نفسها. هو بيسخر من نفسه عشان خاطر هو خد القرار اللي هو متأكد وشايف بعينيه ان هو قرار غلط. سنة 1951 كان في دكتور جامعي اسمه دكتور سولومون إيش. الدكتور دوت قرر إن هو يلعب في عقول الناس. جاب مجموعة من الطلبة وقسمهم لمجموعات، خلى المجموعات ديت واحد بس فيها في كل مجموعة هو اللي ما يعرفش إن باقي المجموعة متفقين أصلا مع الدكتور سولومون في التجربة. وزع على كل مجموعة منهم ورقتين، ورقة فيها 3 خطوط وورقة فيها خط واحد مطابق لخط من ال3 خطوط اللي في الورقة التانية، وسألهم أنه خط في ال3 خطوط اللي عندك في الورقة مطابق للخط اللي في الورقة التانية. سؤال بسيط وحاجة متشافة بالعين، بس في نفس الوقت كان الاتفاق ما بين كل مجموعة إن هما هيجاوبوا أول مرتين صح، وبعد كده هيجاوبوا باقي ال8 مرات هيجاوبوا غلط. وكانت النتيجة إن 75% من الناس اللي كانت في البحث ده أو في التجربة دي جاوبوا الإجابة الغلط عن عمد وهم شايفين قدامهم الصح. ال75% نسبة كبيرة، 75% يعني 75 شخص من كل 100 شخص يجاوبوا إجابة هم شايفين بعينيهم عكسها. الناس دي خدت القرار الغلط مش عشان هم مش شايفين، لا بالعكس هم شايفين كويس، بس هم خدوا القرار الغلط خوفا من اختلافهم. خايفين ان هم يبانوا قدام الكل ان هم مختلفين، خايفين ان هم يقولوا لا احنا شايفين ان ده صح. ودي بصراحة انا مش شايفها تجربة علمية ولا حاجة، انا شايفها مراية لحياتنا احنا وبنعملها كل يوم. كام مرة كام مرة كنا عايزين نعمل حاجة وما عملناش عشان الناس بيقولوا؟ كام مرة كان نفسنا نعمل كذا وما عملناهوش عشان قدام الناس هيبقى شكله كذا؟ كام مرة قلت من جواك ماشي على حاجة وانت اصلا من جواك مش ماشي؟ اسمعني كويس، اكبر قرار اكبر قرار هتاخده غلط في حياتك هو القرار اللي هتطنش فيه صوت قلبك وعقلك وهتمشي فيه ورا حتة اصلهم بيقولوا كده، اصلهم بيعملوا كده. يعني يا صديقي بالبلدي كده، لو ماشي في قطيع فانت مصيرك زي مصيرهم، اللي هيحصل لهم هيحصل لك. لو جاعوا هتجوع، ولو بقوا كويسين ممكن تبقى كويس لو مفيش حد في القطيع ده اقوى منك ياكل اكلك. انما لو ماشي بعقلك فصدقني ممكن في اي وقت من الاوقات يبقى القطيع ده كله هو اللي ماشي وراك.